وما يجري في ليبيا. عليهم أن يفرحوا أنهم أزالوا هذا الطاغوت. لقد شرى ضمن بعض رؤساء أوروبا وبعض رؤساء وزراء أوروبا، شرى بعض ضمن حتى حكام أمريكا، كان يدفع لهم من أموال هذا الشعب ومن قوت هذا الشعب من أجل أن يدعم رؤساء أمريكا. وماذا؟ أمريكا خير من يعرف هذا الكلام. سوف نمد يد السلام، يد المحبة، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مع المسلم، مع اليهود، حتى اليهود في عالمنا عليهم أن يطمئنوا إذا خرجوا من فلسطين، إذا أعطوا المسلمين حقوقهم، إذا احترموا وحدة العرب. نحن ندعو إلى السلام. نحن القرآن يقول لنا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نحن ندعو إلى قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعلي أن نوجه شبابنا في هذه الانتفاضة المباركة وبعد ثبوت نصر الله سبحانه وتعالى لهم، أن الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وعد من الله لمن؟ للذين آمنوا بالله وبرسله، للذين عملوا الصالحات. الإرهاب ليس من الصالحات، والتقتيل ليس من الصالحات، والتشريد ليس من الصالحات. نحن يقول لنا المولى سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأبشر إخواننا في طرابلس، إخواننا في بنغازي، إخواننا في جابيا أن نصر الله سبحانه وتعالى قريب، أنه قريب. لا أقول قريب، بل أننا نعيش في هذه الأيام نصرا من عند الله سبحانه وتعالى، وتوفيقا وتسديدا وتثبيتا من الله عز وجل. أقول لإخواننا في جالو ووجل وشرة الذين بعثوا بالسيارات التي حملوها بالتمر ووصلت إلى ليبيا. نشكر إخواننا في الصحراء الشرقية في مصر العربية عندما بعثوا لنا الغذاء، عندما بعثوا لنا الكساء. نشكر إخواننا المصريين الذين بعثوا لنا بالأدوية. وها هو مستشفى متجول ومتحول سوف يصل إلى مدينة البيضاء، وقد وصل، وفعلا قد وصل إلى مدينة البيضاء، وبه من التجهيزات وبه من الأدوية، ومعه عالم كبير من الأطباء المتخصصين. أقول لإخواننا الأطباء في ألمانيا، وقد علمت أنهم جهزوا حقائبهم للوصول إلى ليبيا. مرحبا بكم يا إخواننا، يا من بعدتم عن الوطن، يا من شردتم، يا من أهنتم، يا من احتقرتم. ها هي لحظة الحرية، ها هي لحظة النصر، ها هي لحظات طيبة. ندعوكم إلى قدوم إلى ليبيا لنبني ليبيا جديدة، ليبيا حرة، ليبيا مستقلة، ليبيا ديمقراطية، ليبيا تبنى على أكتاف علمائها بإذن الله سبحانه وتعالى، أكتاف علمائها من كل العلوم، من الدينية والشرعية والاقتصادية والاجتماعية. سوف ندعو إلى إصلاح ليبيا، وما هي بإذن الله سبحانه وتعالى إلا سنوات قليلة، وسوف ترون ليبيا غير الوجه الذي تركه القذافي وعملائه. تحية لكل من قدم لنا يد المساعدة، تحية لإخواننا الأوروبيين الذين منعوا القذافي وأعوانه من ضرب الليبيين في عرض البحر. لقد حرك بوارجه، ولكن إخواننا قادة تلك البوارج لم يطيعوا له أمر، بل انتفضوا مع الشعب والتحموا مع الشعب، ورفضوا رفضا نهائيا أن يدمروا أو يقتلوا أو يشردوا إخوانهم. تحية لإخواننا في القوات المسلحة الذين انفضلوا عن هذا النظام. تحياتنا لإخواننا في الشرطة الذين التحموا بالشعب. تحية لإخواننا الأمناء الذين قدموا استقالاتهم تذكرى الذين تركوا هذا الطاغوت، وأبنائه محجوزون، محاصرون، مهانون، مذلون في مكان ذليل. نسأل الله أن يديم عليهم الذلة والهوان والاستصغار. الدبلوماسيين الليبيين الذين قدموا استقالاتهم، نشكر إخواننا الذين هم في أوروبا وأمريكا ونقلوا صوت هذا الشعب وصوت أبناء هذا الشعب ورأي هذه الانتفاضة. نشكر إخواننا الدبلوماسيين والصحفيين الذين دخلوا إلى هذه الأرض رغم قلة الأمن ورغم كل شيء، ولكن عندما يصلون إلينا نشعرهم ونطمئنهم بأنهم وصلوا إلى آيات أمينة، إلى آيات طيبة، إلى آيات سوف يكون الصحفيون، سوف يكون الإعلاميون، سوف يكونون
أغلى علينا من أولادنا، وسوف نحميهم وسوف نحفظهم. أقول لإخواننا العمالة سواء كانت عربية أو أوروبية أو آسيوية، ابقوا في أماكن أعمالكم، قدموا ما كنتم تقدمونه، سيروا وشاركوا إخوانكم الليبيين من أجل نهضة هذه البلد. وعليكم أن تعلموا أنكم في بلد آمن مطمئن، سوف نضمن لكم سلامة أرواحكم، وسوف نضمن لكم سلامة أموالكم، وسوف نضمن لكم كل شيء. أما الأحداث البسيطة التي لا يعد أصحابها مسؤولون نحن ننكرها، لا نقرها، لا نقر أي تصرف طائش، لا نقر أي اعتداء على ليبي أو غير ليبي، لا نقر الاعتداء على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، ننكر هذا الأمر. وإذا حصلت خلافات